كواليس وحكايات فنية. ما زلنا نتابع معكم مواقع تصوير وكواليس مسلسل الغريقة. كان علينا البحث عن البنايات القديمة والبيوت التراثية والتي ما زالت تحتفظ بنفس الشكل والديكورات والأثاثات المناسبة للعمل الفني. فاتجهنا إلى ولاية طاقة، حيث حصن طاقة وبرج العسكر ما زالا يحتفظان بعبق التراث، وقمنا بمعاينة حصن طاقة بما يحويه من غرف وأدوات وأثاثات. وكان هناك مبتغانا لتصوير بعضا من مشاهد المسلسل، وهي بيوت بعض أهالي ظفار. خبرنا يا عم، ايش شفت هناك؟ كثير يا سالم، اشياء كثيرة ما تقدر تتخيلها ولا تجي على بالك. اشياء غريبة وعجيبة. مثل ايش؟ بنايات ما شافت مثلها العين، وحدائق مزروعة بكل انواع الزهور، والمواتر شيء غريب وشيء عجيب، وعندهم طيارات من بلاد إلى بلاد، شيء غريب. تغدي يا ولدي تغدي، وخلي عمك منصور يتغدي. وسنتجول معكم في الحصن لنرى بعضا من التراث العماني الأصيل. فحصن طاقة يضم تصميمات داخلية فخمة وتحفا ساحرة وأعمالا فنية وحرفية رائعة تبرز الثقافة العمانية بشكل جميل. تتزوج؟ شايف حالتنا ما شاء الله مرتاحين، حتى تجيني انت وتقول لي بتزوج. ايوه اريد اتزوج. يبقى اللي في سني صار عندهم اولاد. سالم ولد عبد الله ما شفتوا كيف؟ ولا الثاني عمر ولد صالح بكره بيتزوج. سالم بن عبد الله عنده مزرعه يربع فيها الخيل، وعمر بن صالح تاجر والتاجر. اما انت ايش عندك؟ انا صياد ورزقي من البحر. يعني رزق يومك. الحرمه تحتاج اكثر من كذا يا ولدي. وبعدين خبرني، وين بتسكنها؟ ولا بتبني لها عرشه؟ زين، وش فيها اذا بنيت عرشه؟ انت بتجنن بي؟ هذا بدل ما تقول بسافر واروح اجيب فلوس واجيب شي زين وابني لنفسي بيت واتزوج فيها. بالله عليك انت كيف بتزوج وانت بهذه الحاله؟ سفر ما بسافر، اول شيء اتزوج وبعدين احلها الف حلال. تتحداني؟ اقسم لك اذا ما سافرت لا انت ولدي ولا انا اعرفك. اسمعني زين، اذا ما سافرت لا انت ولدي ولا انا اعرفك، ومتبري منك اليوم القيامه. اولاد ما فيكم خير. ويتكون الحصن من طابقين، يحتوي الطابق الأرضي على بوابة الحصن ومخازن الأطعمة ومخازن الأسلحة والسجن
وبئر من الناحية الشرقية. والطابق العلوي يحوي جناح الوالي الخاص، ويحتوي العديد من الغرف والتي تم اختيارها لتصوير بعضا من المشاهد، حيث أنها تعبر عن البيت الظفاري التراثي والعديد من التحف واللوحات التراثية. للولي وصلت برقية مأمول بريد يقول بأنها مهمة. أقل البرقية. برقية من محطة الأرصاد بالهند تفيد بوجود عاصفة ممطرة قادمة للسواحل الجنوبية من عمان. في سفن سافرت اليوم؟ سيدي سفينة الفود غادرت من ساعتين. كل شيء بأمر الله، الله يحفظهم إن شاء الله. امنعوا أي سفن من المغادرة هذه الأيام. أمرك سيدي. ما أنت لو سافرت كان تغير الحال شوية. وانت على بالك اذا سافرت برجع غني؟ على الأقل يا ولدي ترجع بشيء من الشيء. ارجوك، تعبت من هذا الكلام. ما هذه مشكلتك، هذه مشكلتك، ما تقبل النصيحة. مشكلتي بغيت اتزوج. تتزوج؟ تتزوج وانت بهذه الحالة؟ بني ما يعيبوا شيء. ما يعيبه شيء، يعيبه الفقر. الناس كلها مثل بعض. بس حد مرتاح وحد ما هو مرتاح، مثل حالتنا. يا ولدي ريحني وسافر، إذا ما عشاني عشان خاطر أمك وإخوانك الصغار. اذا هذا يرضيك خلاص بسافر. يا عائشة، أنت لازم تروحين عند أخوش سعيد في مسقط. من قال لك إن أنا بسافر؟ لا إله إلا الله يا بنت الناس، أنت يوم صاحية وعشرة مريضة لازم تتعالجين. بعدين قالوا هناك دخاترة زيان في مسقط. أنا ما بسافر إلا رجلي على رجلك. والله ما عندي، لو عندي كان رحت معاش. بتخليني أسافر لوحدي؟ لا بتصير مع منصور وسالم ولد أبو عبد الله. أنا حاسة إني بخير وما في داعي للسفر. كيف ما ارتاح يا ولدي وانت رايح تجيب الخير كله؟ بس اذا قرا لي شيء في الغربه يبه. بإذن الله ما بيجري شيء، توكل على الله انت. بس اريد اقول لك حاجه يبه، انا مسافر لانك انت اللي تريدني اسافر. الله يستر، الله يستر. تابعوا معنا سلسلة حلقات كواليس وحكايات.